المفاجأة اللي قلت لكم عليها في الفيديو اللي فات، وهي ملخص الحريفة. ويلا بينا على أهم 12 شخصية في القصة، وصلي على النبي ويلا بينا نبدأ. ماجد بطل القصة، شاب موهوب وعنيد، كان عايش حياة غنى وفشخرة، لكن بعد ما أبوه خسر كل حاجة اتحول من مدلل لحساس مش بيستسلم، ولقى في الكورة طوق نجاته. ميار أخته، الأخت الصغيرة المتفائلة والداعمة، قدرت تتأقلم بسرعة مع المدرسة الجديدة، وبرغم براءتها فضلت واقفة في ظهر أخوها وبتديله حب كبير يخليه يكمل. لانا، البنت القوية والعقلانية، وقفت جنب ماجد وقت كتير، قوية وجدعة، لكنها سابته لما لقيته تايه وسط الصيع، ورجوعها ليه كان علامة على نضجه. بسام السمج، العدود اللدود، غلس وشرس ومغرور، دايما عايز يثبت إنه أحسن من ماجد، حتى في البطولة النهائية حاول يوقعه بأي طريقة. عمر، الصديق الجدع والحكيم، أول واحد قابل ماجد في مدرسة الأبطال، عرفه على الشلة وبقى دايما واقف كحلقة وصل بينهم. ششتاوي، قائد كاريزما، شجاع ومخلص، الكل في الكل في المدرسة، قدر يجمع العيال حوالين حلم واحد ويخليهم يحسوا إنهم فريق حقيقي. حتة، البلطجي الصغير، عنيف وعملي وجريء، بيخوف الطلبة وياخد أكلهم، لكن وقت الجد بيبان قلبه وبيقدر يقف مع أصحابه. النص، خفيف الدم وكوميدي، سريع الغضب ولكنه محبوب، كان دايما بيضحك العيال حتى في أصعب اللحظات، لحد ما إصابته في البطولة كشفت ضعفه الجسدي. جilberto، المقاتل الهادي، جدع وقوي ومخلص، بيلعب من قلبه لكنه تعرض للغدر من بسام واتصاب وبقى رمز للتضحية. كريم السلقوم، شاب غلبان ومظلوم لكنه جدع، اتورط في وصلات أمانة واتحبس، شخصيته بتوضح ازاي الظروف الصعبة ممكن تكسر أي حد. الشلش، الكابتن اللي راجع من الماضي، صارم وحكيم ومدرب حقيقي، كان نجم كورة زمان وبقى أمل للفريق بخبرته اللي حولتهم من شوية عيال لفريق. مدير المدرسة، شخصية مترددة لكن حازمة وواقعية، في الأول رفض يديهم فرصة لكن وافق بعد ضغط الشلش، وبقى بيعكس نظرية الكبار للشباب. واستنونا في ملخص الحريفة واللي إن شاء الله هينزل بكرة، ويلا باي.